اهلا وسهلا بالاميرات وريداتي الفنات اللي منورين ليا الحياه. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهرزاد الغزاله ديالي. اليوم خليو كلشي واجيو تسمعوا ليا هاد القصه. انا شخصيا تصدمت، كنقول صاحبه القصه واش مأكده؟ كتقول لي المهم ما غنزيدش نطول عليكم كثر وندخلوا مباشره للقصه ديالنا، ولكن كونوا مستعدين للمفاجاه الكبرى. معكم نجاة، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى فيها، وغنبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا واحد البنت عاديه، بنت اسره اللي على قد الحال. الاب ديالي كان واحد الراجل ملتزم، الام ديالي كذلك ومثال. من نهار اللي عقلنا على راسنا وحنا في واحد الاسره اللي كيف ما كنقولوا محافظه، كتعرف الدين ديالها، الصلاه والعباده. اللي كيقرا راه كيقرا واللي خدام خدام، داخلين سوق راسنا، ما عندنا مع صداع، ما عندنا مع مشاكل. أسرة عادية، كنا بينا 5 ديال الخوت، 3 ديال البنات وجوج دراري. الحمد لله حنا البنات غير كنوصلوا لهذيك السن ديال 18 20 عام كيجي شي ولد الناس كنزوجوا بزواجنا كامل. كان زواج تقليدي، ما عمر شي وحده فينا تصاحبات ولا تعرفت على شي واحد ولا مشات مع شي واحد للدار نهائيا. البنات هادشي ما عندناش. حنا الحمد لله كبرنا في الدين وفي هذه حشومه وهذه عار. كنا الاحترام والاداب، كنا كبرنا في واحد الجو اللي زوين ما بين امي وبا وما بيناتنا حتى حنا. يعني والدينا ماشي غنقول لكم كبرونا بالعصا والقمع، بالعكس كبرونا بالاداب والصواب وكبرونا بالاخلاق. يعني داكشي من الصغر، يعني والتربيه فاش كتكون مزيانه داكشي كيبقى يكبر معاك. الحمد لله انا كنت خديت البكالوريا ديالي، كنت درت التكوين المهني، قريت فيه عامين، ومن موراها كنت دوزت واحد ستاج. في هذاك ستاج نيت كان تخطبني واحد السيد. هاد السيد من طرف شي ناس، يعني ماشي شافني ولا شي حاجه، جا السيد شافني مباشره. انا ما غنشكرش لكم راسي وما غنقولش لكم انني قنبوله، انسانه عاديه فحالي فحال بزاف البنات. الحمد لله لا طايع على قد الحال، الزين على قد الحال، يعني ماشي خايبه وماشي زوينه، ملكه الجمال. الحمد لله مقبوله جدا. جاو الناس، حتى الناس قالوا لك كيقلبوا غير على الاصل، والسيد خدام خدمه مزيانه، والوقت اللي انا تزوجت به كان بدارو بطوموبيلته. السيد ميسور الحال، ما ناقصو حتى